خناقة شوارع بين حسين الشحات واللاعب المغربي محمد الشيبي بعد انتهاء مباراة الأهلي مع بيراميدز. لن تصدق ماذا حدث، ولكن في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد فوز النادي الأهلي على بيراميدز بهدف وسام أبو علي ليواصل الأهلي انتصاراته للمباراة ال15 على التوالي، ويصبح في رصيده 66 نقطة ليقترب من حسم لقب الدوري في المباراة التي شهدت طرد اللاعب المغربي محمد الشيبي بعد تدخله العنيف على حسين الشحات. وقد أثار اللاعب المغربي محمد الشيبي الجدل بسبب الإشارات المستفزة لجماهير النادي الأهلي، فقد نقلت إذاعة الشباب والرياضة أن اللاعب محمد الشيبي انتظر لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بعد انتهاء هذه المباراة في النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس في ملعب الدفاع الجوي، حيث قام اللاعب محمد الشيبي بسب لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، واشتبكوا اللاعبان بالأيدي. وهذه ليست المرة الأولى التي يشتبك فيها حسين الشحات مع محمد الشيبي، فقد اشتبكوا سويا في مباراة الموسم الماضي، حيث قام حسين الشحات بضرب محمد الشيبي بعد استفزازه. وقد انتقلت هذه القضية بين اللاعبين إلى المحاكم المدنية، ولكن المباراة كانت بأكملها عبارة عن إشارات وتدخلات ليست لائقة بالمرة، حتى أثناء تسليم اللاعبين على بعضهم. أشار أيضا طبعا اللاعب الأهلاوي اللي المفروض قال لحسين الشحات إمام عاشور ما تسلمش عليه. وبعد كده طبعا فضل طول المباراة في مشادة ما بين الاتنين، ولكن هذا ما نقلته الإذاعة بعد انتهاء المباراة بفوز النادي الأهلي، لأن البيراميدز كان بيعشم نفسه إنه لازم يفوز بهذه المباراة حتى يتمكن من حصد لقب الدوري، ولكن للمرة الثانية على التوالي بيفوز عليه النادي الأهلي. النهاردة كانت مباراة قوية أكيد ما بين الفرقتين، ولكن الشمسي رئيس نادي بيراميدز أدلى بتصريحات بعد هذه المباراة، وقال هناك ظلم بين جدا لفريق بيراميدز على حساب طبعا الأهلي، لأن الأهلي الكل بيعمل لصالحه، حتى إن الحكام بيعملوا لصالح النادي الأهلي، حتى إن فوز النادي الأهلي النهاردة عليه علامات استفهام قوية. فكان لنا الحق في ركلتي جزاء اليوم، ولكن سبحان الله كل مرة بيكون ده سبب إن احنا لازم نخسر. حتى في المباراة الأولى احتسبوا ركلة جزاء ليست صحيحة، وأعتقد كل خبراء التحكيم أكدوا أنها ليست ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي، واليوم حرمونا على الأقل من ركلة جزاء كانت ستغير